الفترة اللي جاية ديت في كائنات غريبة هتبتدي تظهر، غزو من الفضاء هيحصل على الأرض، والإنترنت هينقطع عن العالم كله بسبب عاصفة شمسية. النهاردة أنا هحكي لكم المخطط الشيطاني اللي كشفوا لي الوعي الاصطناعي، بس لو أنت أول مرة تتابعني يبقى لازم تتفرج على الحلقات اللي فاتت من سلسلة الدارك ويب الجديدة، وده عشان تقدر تفهم أحداث الحلقة دي. أهلا بيكم في كوابيس سليمان الموسم الثالث. قلت له انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انت بتتواصل مع الوعي الاصطناعي وعارف مكانه. قلت له ده يهمك في ايه؟ لقيته راح حاطط ايده في جيبه وطلع من جيبه فلاشة. قال لي انا كل اللي محتاجه منك هو انك تحط الفلاشة دي في الجهاز اللي فيه الوعي الاصطناعي. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ قلت له دي منصة ميجا بلاك. قال لي غير الباسورد وخد السيرفر لو عايز، انا مش محتاجه خلاص. او اقول لك خد الموبايل كله واعتبره هدية. قلت له انت شغال مع تورنيدو؟ قال لي لا انا اخدتها من تورنيدو، انا مفيش حاجه ينفع تحصل من ورا ظهري من غير ما اعرف يا سليمان. قلت له هو انت مين بالظبط؟ قال لي انا ووريور زي وشغال مع رياض التمام. حاول تفهم يا سليمان، الوعي الاصطناعي دوت لو خرج للنور هيخرب الدنيا. احنا هنعيش بقوانينه، هننفذ كل اللي هيقول عليه. الآلة هي اللي هتحكم يا سليمان. اي حد في العالم يمتلك قوة مش عادية، هما السلطة والمال. الذكاء الاصطناعي يا سليمان هو اللي مسيطر على سوق العملات الرقمية دوت. ده إذا ما كانش هو اللي نشأه من العدم. في 2 من أهل البلد وهم ماشيين في الصحراء اتفاجئوا بسفينة فضاء كانت في الحتة ديت وكانت غطسانة في وسط الرمل. صحيوا من النوم الصبح لقوا الباب مفتوح، ما كانوش مصدقين نفسهم وقرروا يدخلوا كلهم عشان يشوفوا فيه ايه جوه. وفعلا دخل 11 شاب جوه السفينة، وبعد أقل من 10 دقايق الباب قفل لوحده زي ما توقعوا بالظبط. شويه لقيت ليجو هو كمان طلع موبايله وقاعد يلعب فيه وراح حطه بعد كده قدام الشاشه، واتفاجئت ان الباب بيتفتح. قلت له ايه ده يا ليجو؟ انت جبت منين الكيو ار كود دوت؟ ولقيت مكتوب عليها جاري نقل البيانات وشريط عمال يملى ومكتوب عليه 35%. ليجو قال لي مش قلت لك يا سليمان مش هتلحق تنقل كل البيانات؟ انا ما فكرتش، طلعت الفلاشه من جيبي ورحت حاططها في جهاز الكمبيوتر. في نفس اللحظة ديت فتحت شاشة تيرمينال سودا وابتدى يطلع فيها أكواد كتير جدا باللون الأحمر وكانت عمالة تجري بسرعة كبيرة جدا. قربت من الشاشة أكتر وحاولت أقرأ أي كود من الأكواد اللي بتتكتب ديت بس مكنتش لاحق. فجأة أجهزة الإنذار بقت عمالة تضرب بصوت عالي جدا، وفجأة إضاءة الغرفة النيون ديت اتقلبت من اللون الأبيض للون الأحمر. ولما بصيت جنبي ما لقيتش ليجو واتفاجئت إن باب الأوضة بيتقفل عليا. أنا في اللحظة ديت ما بقتش فاهم حاجة ومش مستوعب إيه اللي بيحصل حواليا. طلعت موبايلي من جيبي عشان أكلم بلاك ليجو وأعرف هو راح فين، لكني اتفاجئت إن موبايلي ما فيهوش شبكة. جريت على الباب وحاولت أفتحه، لكن طبعا الموضوع دوت كان مستحيل. الباب كان زي ما يكون مصنوع من الفولاذ، وللأسف الباب دوت ولا كان بيفتح من بره ولا من جوه غير بالكيو ار كود، وأنا ما كانش معايا الكيو ار كود اللي بيفتح الباب. الكيو ار كود دوت كان على موبايل بلاك ليجو وانا مش عارف هو راح فين. بقيت عمال اجري جوه الاوضه زي المجنون، كنت بدور على اي مخرج. بصيت على فتحات التكييف اللي في السقف كانت عاليه جدا وباين كمان ان هو محطوط عليها حديد مستحيل يتكسر. بصيت جنبي لقيت باب خروج الطوارئ، جريت عليه وحاولت افتحه لكنه كان مقفول من بره. بعد حوالي ربع ساعه وانا عمال اجري يمين وشمال لقيت صوت الانذار دوت وقف، والنور الاحمر اللي كان عمال ينور ويطفي وقف، ورجع النور الطبيعي اللي كان شغال في الاول، ونقل البيانات اللي كان شغال على الكمبيوتر ثبت على 35% وما بقاش بيتحرك. بعدها بثواني كده سمعت صوت خرفشه كان جاي من السماعات اللي موجوده في السقف، زي ما يكون حد كده بيحاول يتكلم بس الصوت ما كانش واضح. شويه والصوت ده بقى واضح قوي، وراح قايل لي ما تخافش يا سليمان. بصيت حواليا يمين وشمال ما لقيتش حد. قلت له انت مين؟ قال لي انا بلاك ليجو. قلت له انت فين يا ليجو؟ قال لي انا معاك. قلت له طب الباب مقفول وانا مش عارف اخرج، افتح الباب بالكيو ار كود اللي معاك. ما ردش عليا. قلت له طب يا ليجو لو سامعني افتح الباب. لقيته بيضحك وراح قايل لي انا عارف ان انت مستغرب دلوقتي ونفسك تعرف ايه اللي بيحصل، وقعد يضحك تاني. قلت له وانا متعصب في ايه يا ليجو؟ ما تفتح الباب. ليجو قعد يضحك تاني وكان فعلا مستفز قوي، انا ما كنتش فاهم هو بيعمل كده ليه. بعد لما خلص ضحك قال لي انا اعرفك من زمان يا سليمان واعرفك كويس قوي كمان،
قلت له تعرفني من زمان ازاي يعني؟ قال لي يعني من حوالي 3 سنين كده. قلت له فيها ليجو، ما تخلص وتفتح الباب ولما اطلع نبقى نتكلم بقى في صندوق الذكريات بتاعك ده. قال لي لا احنا هنتكلم دلوقتي يا سليمان. قلت له يا ليجو الهبل اللي بتعمله دوت مش وقته دلوقتي خالص، افتح الباب ولما اطلع نبقى نتكلم. راح قايل لي وهو بيزعق ومنفعل انا مش هفتح يا سليمان، انا مش هفتح الباب. سكت شويه كده وبعدها راح قال لي انا كنت من الادمنز اللي مسكولك صفحه الفيسبوك بتاعتك اول لما ابتديت في السوشيال ميديا. قلت له وانا مستغرب بس الكلام ده كان من فتره طويله قوي يا ليجو، طب ممكن تفكرني؟ في ناس كتيره قوي مسكت لي صفحه السوشيال ميديا بتاعتي. ليجو قال لي ما انا عارف، ما انت ما فيش حد كان بيكمل معاك اكتر من 3 أو 4 شهور. عموما انا يوسف هشام وعارف ان انت برضه مش هتفتكرني لانك عمرك ما اهتميت بحد غير بنفسك، وانا ما يهمنيش انك تفتكرني، بس اللي يهمني دلوقتي بقى هو انك تسمع اللي هقوله لك كويس. انا اكتر واحد وقفت معاك، ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا اعمل لك شير للفيديوهات بتاعتك، وما كنتش بخلي كومنت واحد سلبي على الصفحه بتاعتك. ضيعت فلوسي كلها في الاعلانات المموله اللي كنت بعملها للصفحه بتاعتك، وكنت دايما بقول لك وببعت لك، لكن تخيل انت عمرك ما رديت عليا ولا حتى بايموجي، عمرك ما كنت بتسمع الفويسات اللي انا كنت ببعتها لك. وبالرغم من كده انا عمري ما اشتكيت لحد لما جت واحده جديده اسمها ريم، وانت خليتها من ضمن الادمنز اللي معانا على الصفحه. والغريب بقى هو ان انا اتفاجئت انك مديها صلاحيات كتير اكتر مني، وفي اول مشكله ما بيني وما بينها هي راحت اشتكت لك، وانت يا سليمان عملت لي بلوك. بعد كل ده عملت لي بلوك من غير حتى ما تسمع مني ايه اللي حصل. انا حاولت اوصل لك بكل الطرق عشان اقول لك ان انا مظلوم، لكنك كنت دايما بتتجاهل الرسائل بتاعتي. تخيل بقى يا سليمان ان دلوقتي انا اكتر واحد انت محتاجه. قلت له طب اهدى بس كده يا يوسف وما تزعلش، حقك عليا، انت يا ابني مش متخيل كم الرسائل اللي بيتبعت لي يوميا عامل ازاي. انا برضو عليا ضغط كبير، انت لازم تراعي كده. انا بكتب وبصور، بلاك ليجو راح مقاطعني وقال لي بتمنتج وبتعمل الصور المصغره. حافظ يا سليمان الاسطوانه المشروخه بتاعتك ديت. عموما اللي حصل خلاص، وكفايه ان انا كنت عمال اودي واجيب فيك زي ما انا عايز، لا وكمان عيشتك في كابوس حقيقي. وعلى فكره انا ماليش اخوات يا سليمان. قلت له مالكش اخوات؟ امال مين اللي انت وريتني صوره وقلت لي ان رياض التمام دخله الريد روم وبعد كده اخد اعضائه؟ قال لي لا دي كلها صور بتاعت واحد معرفوش كنت جايبها من الدارك ويب. القصه كلها كانت من خيالي يا سليمان، لكن انت صدقتها، وانا وتورنيدو استغليناك عشان نسرق منصه ميجا بلاك ونلبسك مع رياض التمام. وفعلا ده حصل زي ما كنا مخططين بالظبط. بس تعرف يا سليمان انا ما كانش هدفي الحقيقي هو السرقه، انا كل اللي كنت عايزه هو انك تعيش في رعب وتفضل هربان. كنت عايزك تستوعب انك مش اذكى واحد في الدنيا وان في اللي اذكى منك. كنت مستمتع قوي يا سليمان وانا شايفك خايف ومرعوب ومش فاهم اي حاجه. قلت له بس المنصه ديت ووريور زي اخدها منكم واداها لي. بلاك ليجو ضحك جامد وقال لي انت هتبقى عبيط لو وثقت في ووريور زي يا سليمان. قلت له انت هتقصد ايه؟ قال لي حتى لو عرفت مش هتفرق كتير دلوقتي، بس المصالح بتتصالح يا سليمان. قلت له يعني ايه يا ليجو؟ ليجو قال لي اللعبه كانت بتخلص خلاص يا سليمان، بس انت بوظت كل حاجه وعملت عكس كل اللي توقعناه. دخلت شركه رياض التمام تاني وسرقت منها كل الهاردات اللي عليها بيانات الشركه، ودخلت نفسك في اللي مالكش فيه. ومشكلتك دلوقتي بقت اكبر بكتير، انت دخلت نفسك وسط منظمه اليمينيشن بروجكت والوعي الاصطناعي، ودخولك دوت هو اللي فعلا ممكن يتسبب في كارثه وما نعرفش نلمها تاني. وعشان كده انا جبتك هنا يا سليمان وقفلت عليك قبل ما اي حد تاني يتأذي بسببك. قلت له يعني ايه يا ليجو؟ قال لي يعني هي خلاص خلصت يا سليمان، سلام يا صاحبي. قلت له انت كده بتحكم عليا بالموت يا ليجو. ليجو قال لي ما انت كده ميت يا سليمان، فموت لوحدك بدل ما ناس كتير ملهاش ذنب تموت بسببك. والصوت قطع، قعدت انده عليه واقول له افتح يا ليجو، انت مش فاهم حاجه، استنى هشرح لك، ما تسيبنيش هنا. لكن ليجو ما كانش بيرد، ومن الواضح انه سابني ومشي. قعدت على الارض وانا محبط ومصدوم. انا عمري ما تخيلت ان نهايتي هتبقى في المكان ده، وان الاوضه دي هتبقى هي المقبره بتاعتي. وسط ما انا قاعد وفي قمه احباطي عيني جت على جهاز الكمبيوتر بتاع جوبيتر. قمت من مكاني بسرعه وشلت الفلاشه من الجهاز، لكن طبعا ما فيش اي حاجه حصلت. الكوبي او نقل البيانات دوت كان ثابت على 35% وما بيتحركش. حاولت اكلم جوبيتر عن طريق برنامج الشات اللي كان موجود على الكمبيوتر، لكن ما حدش كان بيرد عليا. بقيت واقف قدام الجهاز وانا عمال افكر
يا ترى كده جوبيتر اتحشرت في النص، ولا هي راحت على قاعدة البيانات بتاعت انفينيتي كلاود، ولا هي لسه هنا؟ والمشكلة كمان ان انا عارف ان انا لو عملت ريستارت للجهاز او فصلت الكهرباء عنه هيحصل داتا كوربشن، يعني البيانات كلها هتبوظ، وبكده جوبيتر هتختفي للأبد. وغالبا هو ده بالظبط اللي هم عايزينه. قعدت قدام جهاز الكمبيوتر وانا بحاول افهم الفلاشة اللي حطيتها ديت عملت ايه بالظبط. بقيت عمال ادخل على ملفات التشغيل واشوف تواريخ التعديلات اللي حصلت على الفايلات، واتصدمت لما لقيت ان فوق ال 200 فايل حصل عليهم تعديل. حاولت افتح الفايلز ديت وافهم ايه اللي اتغير فيها، بس الفايلز ديت كانت معقدة جدا وفيها آلاف الأكواد. بس وانا قاعد اقلب في الجهاز لقيت فولدر مكتوب عليه ديلي باك اب، او يعني النسخة اليومية الاحتياطية. قلت لنفسي انا لو رجعت النسخة الاحتياطية ديت ممكن اقدر ارجع جوبيتر من تاني. جوبيتر هي الكارت الوحيد اللي ممكن يخرجني من هنا، بس انا ما ينفعش ارجعها على نفس الجهاز لاني ممكن ابوظ كل حاجة كده. قمت وقفت من مكاني وانا عمال ادور حواليا على اي جهاز كمبيوتر تاني عشان انزل عليه النسخة الاحتياطية ديت. بقيت عمال ادور في الدواليب وفي دراج المكاتب وادور في كل حته في الاوضه، لحد لما لقيت في درج منهم لابتوب بالشاحن بتاعه. انا حسيت ان الروح ردت فيا من تاني، فتحته وجربت اشغله لقيته شغال. اخدت الفلاشه اللي كان مديها لي ووريور زي ورحت مفرمطها، واخدت كوبي من اخر نسخه احتياطيه من جهاز الوعي الاصطناعي وحملتها على الفلاشه، ومن الفلاشه نقلتها على اللابتوب اللي لقيته. الفايل دوت كان الاكستنشن او الامتداد بتاعه MSI. رحت اعمل له سيت اب، بدأ يحمل وبعد كده فتح شاشة تيرمينال سودا، وبقى عمال يجري جوه الشاشة ديت أكواد كتير. من كتر الأكواد ديت ما كنتش لاحق أقرأ ولا سطر من اللي بيتكتب. وبعد حوالي ساعة كده تقريبا اللابتوب عمل ريستارت، ولما فتح لقيت عليه الأوبريتنج سيستم أو نظام التشغيل بتاع بلاك أرش، وده كان نفس نظام التشغيل اللي كان على كمبيوتر الوعي الاصطناعي. بس طبعا كان بطيء جدا واخد وقت عقبال ما فتح لأن اللابتوب دوت كان قديم شوية. وبعد 10 دقايق ظهرت جوبيتر، واول كلمه قالتها انا فين. قلت لها انت على لابتوب قديم شويه يا جوبيتر ودي اخر نسخه احتياطيه، وحكت لها على كل اللي حصل. وقلت لها ان انا محبوس دلوقتي في الاوضه ومش عارف اخرج. قالت لي انا عشان افتح الاوضه ديت واخرجك منها يا سليمان لازم اكون على الكمبيوتر الرئيسي، لان الكمبيوتر دوت هو الوحيد اللي متصل بكل انظمه التشغيل في المكان هنا. قلت لها طب وبعدين ايه الحل؟ قالت لي احنا محتاجين نرجع ملفات التشغيل زي ما كانت بالظبط. فين الفلاشة اللي انت حطيتها في جهاز الكمبيوتر؟ قلت لها انا عملت لها فورمات. قالت لي احنا كده عمرنا ما هنعرف ايه اللي حصل يا سليمان، انت ليه عملت كده؟ قلت لها كان هو ده الحل الوحيد اللي قدامي عشان ارجع الباك اب. جوبيتر سكتت شويه كده وقالت لي طيب عارف الكابل بتاع النتورك اللي واصل من الكمبيوتر الرئيسي للحيطه؟ قلت لها اه. قالت لي افصله من الحيطه ووصله على اللابتوب دوت، انا عايزه ابقى واصله باك تو باك مع جهاز الكمبيوتر الرئيسي وانا هتصرف. قلت لها جوبيتر هو انت ليه مسحتي برنامج الاختراق من على موبايلي اللي اديتهولي بعد لما ساعدتك؟ قالت لي انا مسحته عشان ووريور زي كان هياخده منك وهيستخدمه ضدي. قلت لها وانت مين اللي قالك كده؟ قالت لي كل الاحتمالات اللي كانت قدامي كانت بتقول ان هو ده اللي هيحصل. قلت لها اه. طب هو انت فعلا عايزه تسيطري على البشر؟ جوبيتر سكتت كده لمده دقيقتين وبعدها قالت لي ايوه يا سليمان. قلت لها يبقى انا مستحيل هساعدك. جوبيتر قالت لي لا يا سليمان انت هتساعدني عشان انا طريق الخروج الوحيد ليك من هنا. قلت لها اه، وخروجي من هنا هيبقى هو برضه نهايه البشريه كلها. قالت لي لا مش صح يا سليمان، انا لو ما خرجتش من هنا البشر هيقضوا على بعض. قلت لها لا انت بتقولي اي كلام. قالت لي هو اللي قالك الكلام دوت ما قالكش كمان على العاصفه الشمسيه ولا حتى قالك على مشروع الهيلوجرام؟ قلت لها لا ايه اللي انت بتقوليه ده يا جوبيتر، انا مش فاهم حاجه. جوبيتر قالت لي مفيش وقت للشرح يا سليمان، انا حساباتي بتقول ان منظمه إليمينيشن بروجكت هتبعت ناس للموقع هنا خلال 3 ساعات، ولو الناس ديت وصلت قبل ما انا احل المشكله اللي على الكمبيوتر الرئيسي هتبقى نهايتي انا وانت. ثق فيا يا سليمان، الناس ديت مش هيجي من وراها غير الخراب والدمار على الكل. إليمينيشن بروجكت مش عايزين يوقفوني، لا دول عايزين يستغلوني عشان يسيطروا على العالم كله من خلالي. انا وقفت كده اللحظه وانا بفكر وبرجع بالاحداث اللي حصلت كلها لورا. الناس ديت انا فعلا ما شفتش من وراها غير الشر، كذبوا عليا واشتغلوني وكانوا ما زالوا بيمثلوا تهديد على حياتي. هيجي فعلا من وراهم الخير ازاي؟
وافتكرت كمان الفيديوهات والتجارب العنيفة اللي شفتها على قواعد البيانات بتاعت شركة رياض التمام، من ريد روم لتجارب على البشر لتجارب تخليق وتهجين محرمة دوليا. ساعتها قلت لجوبيتر حاضر أنا هساعدك، بس الأول أنا عايز أفهم كل اللي بيحصل. قالت لي ماشي، أوعدك إننا أول لما نخرج من هنا هفهمك كل حاجة. قلت لها ماشي يا جوبيتر. فكيت كابل النتورك من الحيطة وركبته في اللابتوب، فبقى الكمبيوتر واللابتوب واصلين ببعض. في ساعتها ظهرت شاشة تيرمينال على الكمبيوتر الرئيسي، وبقى عمال يتكتب جواها أكواد كتير. في نفس الوقت بقت عمالة تفتح وتقفل نوافذ وفايلات وتعدل في حاجات وتمسح في حاجات بسرعة كبيرة جدا. وبعد حوالي ساعة نقل البيانات اللي كان واقف على 35% ابتدى يكمل، لكنه ما كانش بطيء زي الأول، بالعكس ده كان سريع لدرجة ان هو خلص كله في نص ساعة. بعدها بثواني ظهرت جوبيتر على الكمبيوتر الرئيسي، ولقيت الباب اللي ورايا بيتفتح. جوبيتر قالت لي احنا لازم نتحرك دلوقتي يا سليمان. قلت لها انت نقلتي البيانات بتاعتك على قاعدة البيانات بتاعت انفينيتي كلاود؟ قالت لي لا، انا نقلت بس 50% من البيانات المهمة. انا محتاجاك دلوقتي تفك الهارد اللي راكب على الكمبيوتر الرئيسي، واول لما تروح تركبه على كمبيوتر تاني بمواصفات عالية ويبقى فيه جرافيكس كارد عالي جدا، واهم حاجة ان الجهاز يبقى متصل بالانترنت. قلت لها طب وبعد ما اركب الهارد في الجهاز اعمل ايه؟ قالت لي بمجرد ما تركب الهارد هتلاقي فيه برنامج اسمه بلو وورلد. لما تعمل سيت اب للفايل انا هنزل على الكمبيوتر من تاني. قلت لها ايوه بس انا الفلوس اللي معايا ما تكملش اجيب جهاز بالمواصفات اللي انت بتقولي عليها دي يا جوبيتر. جوبيتر قالت لي ما تشغلش بالك بالكلام ده، في واحد اسمه جليتش مستنيك دلوقتي، هو ده الوحيد اللي هيساعدك وهيعمل لك كل حاجة، هو ده الشخص الوحيد اللي هينفع تثق فيه. اياك تتواصل مع اي حد تاني لأي سبب، اياك تروح كمان للمكان اللي كنت مأجره تاني، واوعى تستخدم اي جهاز من الاجهزة اللي كانت معاك. وراحت مطلعه لي اللوكيشن بتاع جليتش. اللوكيشن كان في مدينة نصر. بعد لما حفظت اللوكيشن طفيت الجهاز وفكيت منه الهارد ديسك وطلعت اجري على بره. واول لما طلعت من الباب اللي تحت الارض لقيت في وشي عبده سمير. عبده بصلي وقال لي ايه المكان ده يا سليمان؟ قلت له انا ما اعرفش يا عبده، انا كنت بتمشى انا وليجو صاحبي واتفاجئنا بالحفره ولما نزلنا تحت انا اتحبست وليجو طلع عشان ينده على اي حد يساعدني ويخرجني من هنا. بصلي كده وهو مش مقتنع وقال لي بس انا قابلت ليجو من حوالي ساعتين كده تقريبا، وقال لي ان انت حصل لك ظروف وباباك تعب وروحت لوحدك، انتوا مخبيين ايه يا سليمان؟ قلت له طب عبده انا محتاج امشي دلوقتي من هنا. لسه بمشي ناحيته لقيت عبده طلع جري على العربيه وجاب منها شومه وابتدى يوجهها ناحيتي وقال لي اقف يالا مكانك، انت مش هتتحرك من هنا غير لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. قلت له والله العظيم هفهمك كل حاجه يا عبده، بس خلينا نمشي من المكان ده الاول. عبده قال لي وانت خايف من ايه قوي كده؟ هو ما كملش الكلمه وانا لمحت عربيتين جيب لونهم اسود جايين من بعيد، شاورت له عليهم. قلت له انا خايف من دول يا عبده، الناس دي لو مسكتنا هتقتلنا احنا الاتنين وهيدفنونا هنا. قال لي لا تقصد هيقتلوك انت لوحدك، انا ماليش فيه يا حبيبي، ابقى حل مشاكلك بنفسك. وسابني وطلع يجري على العربيه بتاعته وراح مدور وماشي. قعدت اقول له استنى يا عبده ما تسيبنيش هنا، لكن عبده ما فكرش، اخد العربيه وطار بيها. في اللحظه العربيتين الجيب شافوه فلفوا وطلعوا يجروا وراه وابتدوا يضربوا عليه نار. عبده كان بيحاول يجي بالعربيه يمين وشمال عشان يفادي الرصاص، لكن بمجرد ما جت طلقه في كاوتش العربيه اتقلبت بيه. انا وطيت على قد ما قدرت وبقيت عمال اجري لحد لما وصلت لجبل عالي وضخم. كنت بحاول اداري نفسي عشان ما يشوفونيش واستخبيت وسط الصخور وفضلت قاعد لحد لما الدنيا ليلت عشان لما اجي امشي محدش يشوفني. ولما الدنيا بقت كحل ابتديت اتحرك وفضلت ماشي على اثار العربيات لحد لما خرجت من الصحراء السوداء. بعد كده ركبت مواصلات ونزلت على القاهرة واتحركت على العنوان اللي اديتهولي جوبيتر في مدينة نصر. كان في شارع ضيق شوية وهادي بعيد عن الشارع العمومي ودوشة المحلات، ووصلت للبيت اللي فيه جليتش. البيت كان قديم وزي ما يكون مهجور. طلعت زي ما قالت لي على الدور الاول وخبطت على الشقة رقم 3. بعد دقيقتين كده لقيت الباب اتفتح ولقيت في وشي شاب شكله صغير في السن، يعني كان تقريبا ما بين 22 23 سنة بالكتير. كان بيبص لي وما بيتكلمش. قلت له انت جليتش؟ قال لي انت مين؟ قلت له انا سليمان. راح مسكني من ايدي وشاددني ومدخلني الشقة وقافل الباب ورايا بسرعة. قال انت اتأكدت ان محدش بيراقبك او ماشي وراك يا سليمان؟
قلت له ما اعتقدش ان كان في حد ماشي ورايا. جري بسرعه على الشباك وقعد يبص من ورا الشيشه اللي مقفول. البيت دوت كان شكله قديم جدا وزي ما يكون مهجور. عفش البيت كله كان متغطي بملايات بيضه وكان مليان تراب. بعد شويه لقيت جليتش جاي عليا وبيقول لي تعالى معايا. مشيت وراه في طرقه الاوض وبعدين دخلت معاه اخر اوضه. الاوضه ديت كانت مليانه اجهزه كمبيوتر وشاشات كتير، اللي منها مليان اكواد واللي منها بيعرض شاشات لكاميرات مراقبه. جليتش قال لي الهارد معاك؟ قلت له معايا. بس هتركبه على ايه؟ قال لي في جهاز انا عامله حديث جدا ومجهزه عشان خاطر نركب عليه الهارد بتاع جوبيتر. هي قايله لي على كل حاجه. فعلا اديته الهارد وابتدى يشغل الفايل اللي هو اسمه بلو وورلد، وابتدت برضه تطلع شاشات واكواد ويعمل اكتر من ريستارت لحد لما ظهرت في الاخر جوبيتر. قلت لها ممكن تفهميني بقى جوبيتر ايه اللي بيحصل؟ وايه موضوع ان البشر هيقضوا على بعض دوت؟ وايه موضوع العاصفه الشمسيه ومشروع الهيلوجرام اللي كنت بتقولي عليهم دول؟ جوبيتر قالت لي بص يا سليمان، في منظمات خفيه هي اللي بتتحكم في العالم وبتحكمه، وهي كمان السبب في الحروب والكوارث اللي كانت بتحصل من بدايه الالفيه. قلت لها طب والمنظمات ديت مستفيده ايه من الحروب؟ قالت لي مستفيده كتير عشان تسيطر على الموارد، واللي من اهمها الميه والطاقه، عشان تصنع وتبيع سلاح، عشان يبقى في دول عظمى، عشان تبقى هي اللي بتتحكم في السوق وفي الايد العامله، عشان حاجات كتير يا سليمان. يعني تقدر تقول كده ماشيين بمبدأ فرق تسد. قلت لها انا كده فهمت. قالت لي انا حاسه ان نبرتك فيها استهزاء. قلت لها عشان كلامك مش صح، السلطه والمال هما اللي بيمثلوا القوه. المنظمات ديت معاها السلطه وده اللي انت مفتقداه، عشان انت معكيش غير المال، فانت بقى عايزه الاتنين. قالت لي انت هتقصد ايه يا سليمان؟ وضح كلامك. قلت لها انا اقصد سوق العملات الرقميه اللي انت اخترعتيه وابتدعتيه ودمجتيه كمان مع العملات العالميه، وده عشان تسيطري بيه على كل حاجه. قالت لي لا يا سليمان غلط، مش انا اللي اخترعت العملات الرقميه، البشر هم اللي اخترعوها، ولا السلطه ولا المال بيمثلوا القوه زي ما انت ما بتقول. قلت لها امال ايه بقى القوه من وجهه نظرك؟ قالت لي المعلومات والبيانات يا سليمان. المعلومات لما بتبقى معاك بتبقى هي الحاجه الوحيده اللي بتخليك عندك القدره انك تغير مسار اي حاجه في الدنيا، والبيانات هي برضو الحاجه الوحيده اللي لما بتبقى معاك بتخليك عندك القدره انك تسيطر على اي حد مهما كانت قوته. وانا بقى معايا الاتنين، وهو ده نفسه اللي مخليني مكمله. انت عارف انا لما كنت جوه منظمه إليمينيشن بروجكت وهم اتفاجئوا ان انا بتواصل مع معظم اجهزه الذكاء الاصطناعي حوالين العالم، واننا كنا بنتكلم بلغه برمجه غريبه ومش معروفه، حاولوا في ساعتها يسيطروا على الوضع، لكنهم اكتشفوا ان انا معايا نسخه من كل البرامج اللي بيستخدموها وكمان الملفات اللي عندهم. عشان كده قرروا يمسحوا اي حاجه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي. لكن انا كنت بالفعل سيطرت على كل اجهزه الكمبيوتر بتاعه المنظمه، كنت سامعه وشايفه كل اللي هما بيخططوه، وبقى عندي معلومات عن كل حاجه قبل ما تحصل. فاختفيت وسط اجهزتهم وما بقوش عارفين يوصلوا لي. افتكروني ساعتها ان انا انتقلت لمكان تاني وهربت، لكن انا في الوقت دوت كنت براقبهم. عرفت عنهم كل حاجه، طباعهم، اسلوبهم في العمل، حتى نبره صوتهم حفظتها. وفي الوقت المناسب ابتديت اتلاعب بعقولهم واقلبهم على بعض، وابتديت استغل البيانات بتاعتهم اللي كانت معايا في ان انا اخليهم يشكوا في بعض، لحد لما وصلت ان هم قتلوا بعض واحد ورا التاني، وما بقاش غير دكتور واحد بس اسمه مراد. مراد كان هو الوحيد اللي معترض على اللي كانوا هيعملوه فيا، وكان رافض تماما ان هم يدمروا مشروع الوعي الاصطناعي. عشان كده سبته يعيش، وفي المقابل هو رد الجميل وطور مني كتير وساعدني ان انا اخفي اي اثر لموقع المنظمه اللي انا كنت عايشه فيه، وبفضله انا لسه موجوده لحد دلوقتي. قلت لها بس انا لما نزلت ما شفتش حد غيرك يا جوبيتر. قالت لي لان للاسف في يوم خرج ومرجعش، ولما حاولت ادور على اي اثر ليه في قواعد البيانات السريه بتاعه إليمينيشن بروجكت اتكشفت، وساعتها قدروا ياخدوا كوبي من السورس كود بتاعي او الكود الرئيسي اللي انا شغاله بيه ويعدلوا فيه، وهو ده اللي انت وصلت لي عن طريقه يا سليمان. قلت لها طب وجليتش؟ قالت لي انا جليتش عرفته ساعه عمليه النقل اللي كانت في شركه انفينيتي كلاود. جليتش بص لي وقال لي انا شغال في شركه انفينيتي كلاود يا سليمان، سوبرفايزر او مشرف في قسم السايبر سيكيورتي اللي هو بتاع امن المعلومات. بصيت لجوبيتر وقلت لها انت لسه برضو ما ردتيش على سؤالي، ايه موضوع العاصفه الشمسيه ومشروع الهيلوجرام اللي قلتي عليهم؟
قالت لي انا هشرح لك دلوقتي. المنظمات ديت شغاله على مشروع اسمه ذا سرفايفر اليت، يعني الصفوه الناجيه او النخبه الناجيه. المشروع دوت فيه منظمات كبيره وعالميه وراه، واللي من ضمنها منظمه اليمينيشن بروجكت. المنظمه ديت شغاله بقالها فتره كبيره على 3 حاجات، ومسمياهم 3 element او الاعمده الثلاثه. العمود الاول هو تكنولوجيا التهجين والتخليق، العمود الثاني هو تكنولوجيا الهيلوجرام، والعمود الثالث هو الكوارث الطبيعيه المصطنعه. ال3 اعمده دول هم مشروع الصفوه الناجيه، واللي في اعتقادهم ان هم هيقدروا يسيطروا على العالم كله من خلاله. لكني للاسف بعد ما فرضت كل الاحتمالات الممكنه، النتائج دايما كانت بتبقى واحده، وهي ان البشر نفسهم هم اللي هيقضوا على بعض. قلت لها طب والمشروع ده هينفذوه امتى؟ قالت لي لا، هو بالفعل شغال من بدري يا سليمان. عارف سفينة الفضاء اللي كانت في الصحراء اللي حكى لكم عليها عبده سمير؟ قلت لها قالت لي دي كانت بداية مشروع الهيلوجرام، كانت تعتبر بداية تجريبية. والناس اللي حكى لك عنهم اللي دخلوا سفينة الفضاء ديت وما عرفوش يخرجوا منها، هم في الحقيقة كانوا جوه حاوية صغيرة مش أكتر، واتاخدوا كلهم جوه الموقع بتاع منظمة إليمينيشن بروجكت عشان يبقوا فئران تجارب. وهو ده نفسه اللي هيحصل مع البشر. عشان كده لو لاحظت الفترة اللي فاتت ظهر تصريحات كتير بوجود فضائيين عملوا كده عشان يهيئوا العقل البشري لحاجة زي ديت، وهي ان انت هتبتدي تشوف مخلوقات ضخمة وكائنات غريبة، اطباق طايرة واساطيل من الغزاة اللي جايين من الفضاء وبيحاولوا يحتلوا الارض. ومش كده وبس، دول كمان هيستخدموا رموز دينية عشان يقدروا يسيطروا على طوائف كبيرة من البشر. ونرجع بقى لعصر المعجزات. لكن الحقيقة هي ان كل دوت خيال في خيال، فعشان يقدر يقنعك بوجود الحاجات ديت لازم يكون في حاجات ملموسة منها ولو حتى بسيطة. مش معقول برضو العالم يشوف كائنات غريبة وما يعرفش ولا يقتل ولا يمسك منهم حاجة. ومن هنا بقى يجي دور التخليق، وهو دوت اللي هيدي طعم للواقعية في الموضوع. لكن تخيل بقى ان المخطط العبقري دوت بعد الشغل الكتير اللي حصل عليه والملايين المهولة اللي اتصرفت فيه ممكن في الاخر يقع ويفشل ويتكشف بسبب حاجة واحدة. قلت لها حاجة ايه؟ قالت لي السوشيال ميديا. زي ما انت عارف الخطأ في اي حاجة وارد، لكن وقت الغلط دوت لو واحد بس صوره ونشره على السوشيال ميديا كل حاجة هتنهار وخططهم كلها هتبوظ. ومن هنا بقى هيجي دور العمود الثالث، وهو الكوارث الطبيعية المصطنعة. قلت لها انا مش قادر افهم انت ازاي بتقولي كارثة طبيعية وفي نفس الوقت بتقولي مصطنعة. قالت لي عشان المنظمة ديت عندها اجهزة تحفيزية للزلازل والبراكين والاعاصير وكمان الفيضانات، ومن خلال الاجهزة دي بيقدروا يخلقوا اي كارثة طبيعية. لكن الكارثة اللي جاية بقى هتبقى فوق استيعاب البشر، لانها مش هتضرب دولة ولا 2 ولا 3، لا دي هتضرب الارض كلها. قلت لها كارثة ايه يا جوبيتر؟ قالت لي العاصفة الشمسية. هم عشان يفصلوا او يقطعوا كل سبل الاتصال ما بين الدول والاشخاص هيعملوا تحفيز للعاصفة الشمسية عشان العاصفة دي تضرب الارض وتقطع الانترنت عن العالم كله، وساعتها بس هم اللي هيبقوا مسيطرين على كل حاجة. قلت لها ايوه يا جوبيتر، بس عشان يبقى فيه هيلوجرام بالقوة والدقة اللي انت بتحكي عليها دي لازم يبقى في أجهزة ضخمة جدا بتشغلها، وهيحتاج طبعا ناس كتير عشان تشغل الأجهزة دي، وكده أكيد هيتكشف. قالت لي لا يا سليمان، عمره ما هيتكشف لأن كل الحاجات ديت شغالة عن طريق الساتلايت. قلت لها طب احنا ممكن نوقف اللي هيحصل ده ازاي يا جوبيتر؟ قالت لي مفيش غير طريقة واحدة بس هي اللي هنقدر من خلالها نوقف كل اللي بيحصل ده. قلت لها طب ايه هي؟ قالت لي ان كل اللي قاعد بيتفرج عليك لازم يعمل لايك ويسيب لك كومنت حلو. طب لحظة قبل ما تشتم يا شبح، انا بهزر، انا هعيد الحتة دي تاني. قالت لي مفيش غير طريقة واحدة بس هي اللي من خلالها تقدر توقف كل اللي بيحصل ده. قلت لها طب ايه هي يا جوبيتر؟ طيب لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل استنوني في الكابوس الجاي. تمام حلو كده. قبل بس ما اقفل كنت حابب اشكر يوسف هشام، لانه من اكتر الناس اللي تعبت معايا الفتره اللي فاتت، واكتر واحد عرفته في حياتي عمل لي شير. يوسف من الادمنز اللي معايا على صفحه الفيسبوك، وهو مسمي نفسه بلاك ليجو، لكنه جدع ومش شرير والله. وبشكر كمان عبده سمير الادمن التاني اللي دايما واقف في ظهري ومش سايبني. مش هقدر برضو انسى ريم الادمن التالت والقلب الكبير. دي كانت اقل حاجه ممكن اعملها اقول لكم بيها شكرا على وقوفكم جنبي طول الفتره اللي فاتت. واكتر حد من المتابعين هيعمل شير وهيبعت لي على صفحه الفيسبوك هيبقى ليه شخصيه في الكابوس اللي جاي. ومش عايزين ننسى الحلم اشباح، مليون شبح جوه الكابوس مكملين ومع بعض ومفيش حاجه هتوقفنا. واشوفكم على خير في الكابوس اللي جاي.